اللي شايف انه والله التغيرات اللي عملها الاستعمار في النظام القانوني في مصر والنظام القضائي في مصر والله دي بتعبر عن الحداثه وعن حركه التاريخ، المفروض انه نطبق نفس المبدا برضو على اللي بتعمله دلوقتي مثلا اسرائيل في فلسطين، انه والله دي بتعبر عن الحداثه وبتعبر عن حركه التاريخ. يعني خلاص، ما هو برضو نفس القوى الاستعماريه اللي صح. انت بتدعم، نفس القوى الاستعماريه اللي بتدعم التغير ده هي نفسها القوى الاستعماريه اللي بتدعم التغير ده. فاذا كنت انت والله موافق على ده فوافق على ده، طبعا مع فرق الشده وفرق يعني برضو يعني مفيش قياس في حجم الدمويه، وان كان برضو الاستعمار الانجليزي في مصر ما كانش اقل دمويه، وفي لكن نفس الوقت انت ما كنتش، ما يعني طرق النشر والتسجيل وقتها ما غير كانتش زي طرق النشر دلوقتي. والتسجيل صحيح دلوقتي، صحيح فبالتالي يعني دي نقطة خطيرة جدا، صحيح. الربط اللي هو ما تغيرش بقى بالشكل العلمي يعني الميثودولوجي، بالظبط وما تلعبش بالكلام بالطريقة بالظبط الشعبية، يعني ما بالظبط تلعبش بالكلام بالظبط وتغير بقى وجهة نظرك لما تيجي تحكم على مرحلة استعمار حالية ومرحلة استعمار سابقة. طب ما هو بالظبط ده استعمار وده استعمار، ده بالظبط واحد جاي قاعد عندك بياخد ممتلكاتك بالظبط. وبياخد حاجاتك وبيقتلك، وفي وسط ده هو بيعيد تشكيل وعي